قررت اتعلم كل يوم ذكر جديد طول شهر رمضان، ودي كانت النتيجه. وانا بقلب في كتاب الاذكار اللي بحضر منه الفيديوهات لقيت الذكر ده: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمان اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. الذكر مش هتبان حلاوته غير لما تعرف انت هتستفادي منه. يعني ايه عتق 4 أنفس؟ هستفاد انا لما اعتق 4 أنفس. انا بصراحه ما كنتش اعرف يعني ايه، مش هكدب عليك، ما كنتش اعرف والله يعني ايه عتق 4 أنفس. قعدت ادور لحد ما لقيت حديث للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو في النار. يعني لو انت اعتقت واحد بس في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى يعتقك، يعني ينقذك من النار. احنا بقى داخلين رمضان وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ليه كل يوم عتقاء من النار، فبنقعد ندعي نقول يا رب اجعلنا من عتقاء النار. صح صح صح. فتخيل بقى الذكر ده لو انت قلته 10 مرات تاخد اجر اعتاق 4 أنفس، فربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار 4 مرات. وان ربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار دي يعني حرم عليك النار، يعني مش هتخش النار.